شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. شو هالمفارقة الحلوة؟ وين ما بتروحي برات لبنان بتحملي من لبنان صورة لبنان الحلوة الحضارية الراقية اللي فيها هيك نفحة الأرز، بالوقت اللي سياسيين هالبلد بياخدونا وبياخدوا لبنان لمحل تاني. اليوم شفناكي كنت مضوية على المسرح، مشعشة على المسرح. شو هيك أجمل زوادة دايما بتاخديها معك من لبنان لتوصليها لكل الجاليات العربية والمغتربين؟ الحنين والصورة اللي بيعرفوها عن لبنان، وصوتي يلي بحسه لازم يحمل هود الاشياء لا يرجع الذكرى الحلوة اللي ببالهم، لأنه لبناننا مش مثل ما كتار بفكروا زبالة فيه شوية زبالة. لبناننا مش مثل ما كتار بفكروا انه فيه شوية مشاغبة. لبناننا كمان فيه جمال بطبيعته بشعبه، فيه الناس يلي بيحبوا الحياة برقي وبحضارة وبتطور، مش هن نفسهم يلي بفتشوا على وين يحطوا لنا كاميرا عزبالة اللي يسلطوا الأضواء عليها، إن كان من زعماء يلي خلوا الزبالات أو من ناس يلي ضووا عليهم. بس طبعا أنا مع اللي بيضوي على شيء نيجاتيف لأهل البلد لحتى يتخلصوا من سلبياته، لحتى يكون شيء إيجابي، وضد كل زعيم بيحاول يشوه لنا صورة بلدنا بمطرح يزيد على جيبته شوية مصاري. سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا، قالوا رجعوا جينا، سرقونا من جديد. سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا، قالوا رجعوا جينا، سرقونا من جديد. ست نجوى، اليوم نحن قدام هيك منحرف، في عنا مفترق طرق إذا فينا نقول، إذا ما بدنا نقول نحن على شفير الهاوية بالبلد، ما بدنا نيأس العالم. بس اليوم في عنا مشكلة بلبنان، في عنا وضع استثنائي، في عنا ظروف مختلفة. يعني الناس اللي بنسمعهم بيقولوا على أيام الحرب الآلية ما كانت هالقد الشعب محبط، هالقد الشعب يأسان. اليوم إذا أنت كونك أنت بتأثري بالناس أكتر من كتير من السياسيين، لأنه أنت عندك مصداقية، الناس بتتأثر فيكي، شو بدك تقولي لهالناس اللي كانت عم تنزل على الشارع واليوم شوي شوي أعدادها عم تتقلص، مع أنه كان عندها مطالب محقة بمحل معين؟ بتعرف ليش أعدادها عم تتقلص؟ وأنا كنت حاسة إنه هيك بيصير لأنه ما في عندهم برنامج، ما عندهم برنامج بديل. يلي بده يفوت بهيك هجمة لو كان عندهم برنامج بديل يقدروا يقنعوا فيه اللبنانيين، بفتكر كان نزلوا 4 مليون نسمة على الساحة. بس لأنه عم بيطالبوا بأنه يفللوا السياسيين وما عندهم برنامج كيف يكفي البلد، ما بيصير يكون كمان فيه فوضى. فهون ما بفتكر شيء بكفي. بنشوف عندك هيك هالقوة الشخصية، هالحضور الحلو، يعني إضافة إلى أنه أنت فنانة كتير مهمة وأنت رافع اسم لبنان. بنشوف برا أنه كتير من الفنانين راحوا شوي على السياسة، أخذوا حقائب سياسية كتير مهمة، أثروا بالناس، كتبوا كتب. بتفكري بهذا الموضوع مثلا؟ لا، أنا مش لهيك خلقت ليكون عندي شوية صوت وصل الوطني فيه إذا بقدر شيء. ما هو صوتك كتير بيودي، بس بحس انه السياسة ما بتضيف على موهبتي ولا انا فيني اضيف عليها، واوقات الصوت والفرحة بيبقوا اقوى من المدفع. صار لازم يسمع. مصيرة 25 سنة اسم الله. اليوم انت بتكتبي حلو، بتكتبي عبارة، بتكتبي قصص حلوة مهضومة. اذا طلبت منك انك تعملي كتاب قصة حياتك، تلخصيها هيك بعنوان بالخط العريض، شو بتكتبي عنها؟ بركي بقول عصامية نجوى كرم. مين له الفضل؟ ما قلت لك عصامية نجوى كرم. بس بده يكون في دافع، يعني هيدي العصامية الموجودة عندك لازم يكون لها دوافع لتتبلور وتصير هيك. لا، أنا بصدق إنه كل إنسان أول لما بينزل على الأرض بيكون عنده شيء يحققه مكتوب، ولما بيكون هالشي مكتوب عم يجتهد له وعم يشتغل بنعمة اللي ربنا صببها فيه، بفتكر إنه لازم يعرف حدوده من كل المطارح ويعرف مجاله بنعمته ولحتى يعرف يكفي. اليوم في البعض على الساحة الفنية بمحل معين عم بيزكسكوا فيكي،
ليه؟ مش على علم، مش على علمك؟ والله العظيم. وعمين رديتي على السوشيال ميديا على تويتر؟ قصدك يعني معين بقدي صارت ورانا ومعين تجرجر. معين أكيد ما بيقصدها، أنا متأكدة إنه ما بيقصدها، لأنه ما بيقدر معين يشرب من بيره ويرمي في حجر. ما بيقدر ببداياته يكون عندي ببيتي وكون حتى نفس الإعلاميين يلي جرجروه هن كانوا عم ينزلوه معهم على صفحات مجلاتهم ويقولوا إنه ليش بدك تدعميه وليش بده يكون حدك ببداياته، واختار له أغاني من ملحنين، حتى الملحنين اللي ما كان هو ببداية بيقدر يوصل لهم، لأنه بتعرف بيكون عنا صعوبة ببداياتنا أن نوصل لكل الملحنين الكبار. وحتى في أغاني يلي هي من حظي بيتك على الدرب كانت الغنية عملها من حظي بيتك على الدرب، وصدمة كبيرة كمان للشاعر عصام صغيب يلي هن من الألحان كمان وسام الأمير. هودي كانوا لإلي الأغاني جيرتهم لمعين. وفي غنية غنيها من دون ما يقلي يلي هي مين الحاسب الحساب كانت لإلي من وسام الأمير. تفاجأت مرة من وقت اللي كنت عم بساعده على التي في بتفاجأ انه عم بغنيها على العود ضمن الاغاني من دون ما يسألني ومن دون ما يسأل الملحن. ومع هيدا وكله ما زعلت منه لانه بعرف معدنه وبعرف امه وبيه من قبل. ما بزعل منه اوقات بزعل عليه. اوكي ست نجوى، شفنا كتير من الفنانات اليوم، من الفنانين اللي لهم اسمهم بلبنان وبالعالم العربي عم يتوجهوا للتمثيل، عم نشوف عم ياخذوا ادوار بطوله، عم يكون بعض مسلسلاتهم عندها الواقع كتير كبير عند الناس، بعض الاخر شفناهم انهم اخفقوا بادوارهم. بتفكري بهيدا الموضوع على المدى القريب ولا التمثيل بعيد عنك كتير؟ قلت لك لازم نعرف مجالنا، هن بيكونوا بارعين بالتمثيل يمكن حتى اكثر من الفن. انا بطلة على مسرحي، يمكن لما يصير كومبارس على المسرح بقعد بالبيت. طالما أنا بطلة على مسرحي ما في ضرورة أني التحق على مطرح تاني لحتى أني يمثل بطولة شي. رح ننتقل نجوى لمكان تاني، شقفة أرض صغيرة عمرت عليها بيت محاط بالخضار والفواكه العضوية. هونيك قررتي أنك تمضي ما تبقى من حياتك الله يطول بعمرك. هل هيدا هو هروب من الواقع؟ هل هو هروب من هالمجد والشهرة الكبيرة اللي حققتيها على امتداد العالم العربي؟ هل هي مناجاة للذات أو هو نوع من النسك الروحي؟ ما أنا سكت يعني أنه عاملة بيت صغير بجنينة صغيرة زرعة فيها كل شيء، بختلي بحالي فيها، لأنه فكرت بعد ما حققت كتير أشياء ولا المال ولا الشهرة بتحقق لك اللي بتحققه الطبيعة الحقيقية لما بتعود بينك وبين حالك. فقط محبة الناس ما بتتعوض، لكن محبة الناس عطتني ثقة بأنه دايما الجذور بالإنسانية هي الأقوى اللي بتحسسك بعن جد أنه طب وبعدين أنه حققت، وأكيد ما وقفت فن بس حققت. بس أنا لما بدي أقعد أوقات بطريقة فيها مراية بتلالي ببين فيها نجوى الإنسانة، بلاقي حالي بهيدا المطرح يلي أنا ربيت أنا وصغيري بمطرح متواضع وبسيط وبحب الألفة والناس من دون ضوضاء وغرور ومناخير بالعالي، أو من دون ما أحس حالي أنه أنا ميزة عن الناس بشي. بس سبحانه ربي أكيد لأنه ميزني بنعمة الصوت لحتى أكون مجتهدة فيها وأوصل لمطرح من المطارح. أما بفتكر كل إنسان مهما وصل بحياته آخر شي بيقلك بيت صغير مع جنينة حلوة فيها كل الخضرة وكل الفواكه، وشو حلو إنك أنت تكون حدا وشو ما بيطلع بالك أنت تاكل منه. بيحس الإنسان يعني بشغلة كتير كبيرة مش بسهولة بتتحقق وما كان. لو قدر لك انك تختاري شخص من اللي موجودين حواليك اليوم او شخص مش من اللي حواليك ليكون معك بهيدا البيت تقضي معه بقية عمرك، مين بتختاري؟ مرشد روحي. نجوى، أنت امرأة مثقفة جدا، قريتي كتير، توسعتي بالعديد من القراءات، أنت حدا اليوم عم بيعيش عمر النضوج كما يجب. باعتقادك أنه بهذا العمر الإنسان بحاجة لمرشد روحي؟ ما عملت شي، بقرأ بس بدك اللي تقرأهم تطبقهم وإلا بتكون قراءات. إذا قريت وما طبقت بتكون مكتبة، بدك تقرأ وتطبق، ولما بتطبق بدك مرشد معك دايما. بعدين
بالعلم الحقيقي جذور الذات ما فيني خبرك، ما قصة بتوصل لما لا نهاية، ما لا حدود. وكيف بدي أعرفها لوحدة؟ إذا عبقرة وفلاسفة كعتهم إنه أنا شو مين يعني أقرأ لي كتابين 3 إنه أعمل حالي إني شي عظيم الدلاي لاما أو شي ناسك. أنا ماني هيك، ماني بالاتجاه الرهبني والنسك، أنا باتجاه أعرف حالي، لأنه ما بعرف شي تاني إذا ما عرفت حالي. وتأعرف حالي بدي كتير، بعدني بحق حالي جاهلة، بعد ما بعرف شي. بعد كل هالخبرة، بعد كل هالاطلاع، بعد كل هالثقافة اللي كونتيها اليوم، بتعتبري حالك وصلتي لمحل بتقدري تسامحي كل حدا ممكن هيك يتوجه لك بإساءة مثلا؟ ما بتذكر أي إساءة، بتذكر أني أنا وصلت لهون وكل شيء ماضي مش حلو ممكن يسيء لمحبتي للآخر، بمحي من ذاكرتي. وصدقا اني بنسى تفاصيله، بنسى تفاصيله. يعني ما بتذكر شو بيصير باوقات اللي حوالي بذكروني ما بتتذكري بكل اوقات بقول ايه اوقات بقول لا، لانه حسب. بس يمكن وقتها تكوني انزعجتي ويكون ضايقك الموضوع، بس خلص بطل الصفحة، لانه الحياة مثل دقات القلب، طلع ونزل، بس بده يضل يدق. وبدنا نضل إذا كنا تحت نطلع لفوق، وإذا كنا فوق ما ننسى إنه في تحت. سؤال أخير نجوى، هل سمحتي ملحم بركات؟ أكيد مسامحته، أكيد، وتصالحنا، بس مش على إنه نضل مثل ما كنا قبل كل يوم فنجان قهوة. تصالحنا، هو أستاذ الكل وأستاذي. شكرا كتير.